بيبتدي المسلسل بالظابط رافائيل وهو واقف على البحر ومستني شخص. بيوصل جينو وبياخد منه رافائيل فلوس علشان يسهل لهم دخول شغلهم. بيمشي شوية بعدها مع الكلب بتاعه، وعلى الطريق بيشوف شخص مقنع بيقتل شخص تاني. رافائيل حاول يوقفه لكن المقنع هارب، فضل يطارده لحد ما فجأة بدأ المقنع يضرب عليه النار هو كمان. وصل لنهاية الطريق وقدر المقنع يوقعه على الأرض وخلص عليه برصاصة، وبعدها رمى جثته في المية. بالنهار بنشوف رافائيل خارج من المية وكان لسه حي أو تقريبا حي، لأنه بيشوف إيده وكانت مكان الرصاصة ظاهر. كان فاكر إن كل اللي حصل له الليلة اللي فاتت مجرد حلم، لكن بيلاقي ظرف الفلوس معاه. بيروح بيت صاحبته وبيشوف نفسه في المراية وبيلاقي مكان الرصاصة في صدره، وبيخاف وبيتحرك بسرعة. بيجري على المستشفى وكان لونه بدأ يصفر، وهناك الدكتور فرانكلين بيشوفه وبيتعرف عليه لأنه كان بيعالج أمه زمان، وبيوري الدكتور أماكن الرصاصات وبيسأله إيه اللي بيحصل له. في الأول بيختبر نبضه وبيطلع ما عندوش نبض، ودي حاجة غريبة. ولما الدكتور كان هياخد عينة من الجرح، رافائيل اتضايق وخرج وسابهم ومفكر إن أجهزتهم خربانة. بيرجع البيت وقدام المراية بيخرج الرصاصة من جسمه وما كانش حاسس بأي ألم نهائي. كان مش عارف يعمل إيه. بيتصل بالشرطة وبيبلغ على الراجل اللي اتقتل على الرصيف وبيعرفهم إنه شاف اللي حصل. بس لما الشرطة راحت للمكان مش بتلاقي جثة الراجل. بيعرفهم رافائيل اللي شافه وبيديهم مواصفات القاتل والضحية. بيتحرك رافائيل في المكان وبدون ما حد يلاحظه بيسيب الرصاصة اللي خرجها من جسمه في مكان كان الخشب فيه مكسور بسبب الرصاصة اللي انضربت الليلة اللي فاتت، وبيخلي الشرطة تخرجها، وعنده أمل إن الشرطة توصل لحاجة من الرصاصة دي. في نفس الوقت كانت الشرطة بتراقب جينو وعرفوا مكان نقل الممنوعات اللي بينقلها، وكانوا شاكين إن رافائيل بينقل المعلومات علشان كده ما عرفوهوش المرة دي. وبيبان إن الممنوعات اللي بينقلوها كان في تهريب البشر، والشرطة بتقبض عليهم وجينو بيهرب. في البيت عند رافائيل كان بياكل بطريقة غريبة والكل مستغرب منه، وبعد ما أكل كمية كبيرة فجأة بيستفرغ كل حاجة، وكانوا مفكرينه سكران. وقبل ما ينام بنته بتيجي تطمن عليه، ولما بيحضنها بدأ يشم ريحة دمها، وفجأة عينه بتسود بالكامل، لكن بيرجع لطبيعته بسرعة وبيخاف وبيتصل على الدكتور فرانكلين علشان يساعده. بيروح له البيت وبيعرفه انه خايف وحاسس ان في كائن تاني جواه. الدكتور بدأ يطمنه وعرفه انه لو راح المستشفى هيعاملوه كحالة وهيعوزوا يعرفوا سره، وبيعرض عليه خيار تاني انه يعالجه عنده في المختبر بتاعه في البيت. بدأ الدكتور يعرفه انه حالة نادرة وانه بوابة علمية جديدة تماما، وهنا هيحاول يساعده ويكتشف ازاي ده حصل له. بيسأل رافائيل لو كان يقدر يعالجه، بس فرانكلين عرفه الاول انه محتاج يعرف ايه اللي فيه. رافائيل رفض يكون فار تجارب، وفجأة وصل له اتصال من صاحبته اماندا طلبت مساعدته فبيمشي. ولما وصل هناك بيقابل جينو وبيعرفه باللي حصل. بيروح يساعد صاحبته، وقتها جينو بيطعنه في ظهره بالسكينة، بس الغريب ان رافائيل ما حسش بحاجة. بيخرج السكينة عادي، بتجيله الحالة وبيتحول لوحش وبيعض دراع جينو وبياكل جزء منه. بيهرب جينو بسرعة من المكان وبيرجع رافائيل لحالته طبيعية. وقتها جينو بيدخل مطعم يعالج نفسه، ولما خرج من الحمام بيلاقي العصابة اللي شغال معاهم وبيمسكوه لانه بوظ شغلهم، والرئيس بيطعنه بالسكينة كذا مرة لحد ما بيتأكد انه مات، وبياخدوا الجثة وبيرموها في الزبالة. بالنهار رافائيل بيروح للبحر وهو محتار وبيفك جرح ايده، وبينصدم لما بيلاقيه بدأ يختفي وبينبسط في بيت راجل عجوز كان بيتفرج على التلفزيون. وبعدها بيروح ينام، وفجأة ظهر نفس القاتل المقنع وراه وبيركب كاميرا في النجفة، وبيخرج يركب عربيته، ولما شال القناع بيطلع هو الدكتور فرانكلين. رافائيل بيرجع البيت وبيسهر يرسم في قناع القاتل اللي شافه، ولما خرج يوصل بنته المدرسة كانت في عربية بتراقبه. وقتها بيشوف مراته وهي داخلة الجيم وبتتكلم مع زميلها وكأن في علاقة بينهم. وقتها بنته بتعرفه انها اخدت الرسمة وعارفة القناع ده، وبتاخده لوحة معينة في متحف وبيشوف القناع وبتعرفه ان ريحته مش كويسة. بس كان رافائيل مش شامم حاجة، وبياخد صورة للوحة وبيوريها للشرطية لينا علشان يعرفها وتساعده. بيرجع البيت وبيستحمى وبيشوف جرح صدره وبيلاقي ان في حشرات بتخرج منه. مش بيستنى وبيروح فورا للدكتور فرانكلين علشان يساعده. بياخد عينة منه وبيديله سائل يرشه على جسمه هيساعده يحافظ على شكله، وبيطلب منه يفضل في مكان بارد لان الحرارة هتخلي الجسم يتحلل اسرع. الدكتور بيعرفه ان مخه هو اللي لسه شغال وبدأ يتخلى عن كل الحواس زي الاحساس والشم
علشان يحافظ على الطاقة اللي فاضلة في الجسم، ومع الوقت الطاقة دي هتخلص وهيبدأ يفقد الوعي ويموت. ولما بيمشي بنشوف ان الدكتور حاطط جثة الراجل اللي قتله في كابينة ازاز جوه سائل، وبيعرفه انه هيخلص مشروعه وبعد كده يفضله. بيرجع رافائيل للبيت وكان متضايق من مراته، وحتى مراته متضايقة منه لانه كان في موعد النهارده في المستشفى يكون مع ابوه المريض واللي كان قرر ينهي حياته بالموت الرحيم. بس رافائيل عرفها انه مش هيقدر يشوف ابوه بيموت قدامه. وقت النوم بيروح ينام في الجراج بعيد عن عيلته، وهناك كان الفريزر بيخرج الاكل منه وبينام جواه علشان يحافظ على برود جسمه. بيصحى من النوم بعد ما اولاده خرجوا وكان جعان، وفجأة شخص بيهاجم عليه من ظهره وبيقفل رافائيل عليه الجراج وبدأ ياكله، وكان هو ده الشخص اللي بيراقبه. بيرجع لحالته الطبيعية وبيشوف هو عمل ايه، وكان مصدوم. بسرعة بدأ يتخلص من أشلاء الراجل الباقية وبينظف المكان، ولما كان واخد باقي الجثة في العربية فجأة بيشوف الضابط زميله وبيركب معاه علشان عندهم شغل، وكانوا بيراقبوا مرات واحد من المهربين اللي مسكوهم وعاوزين يعرفوا بتصرف منين. بيسيبوها وبيتحركوا ورا الراجل اللي اداها الفلوس، وبيوصلوا لمكان والضابط صاحبه بينزل من العربية. وقتها رافائيل بيلاقي نفسه شامم ريحة المعطر وبيفتكر ان تليفون مراته معاه، وبيتصل على الرقم اللي كانت مراته بتكلمه كتير، وبيصطدم ان هو رقم الضابط جو كيم زميله. ومرة واحدة بيسمع صوت تخبيط في شنطة العربية. الراجل اللي اكل نصه كان لسه حي، بيضربه فورا بطفاية الحريق. بيرجع الضابط للعربية وبيبعت رسالة لإيزابيل انه في الشغل، وبيسمع صوت الإشعار في جيب رافائيل. وقتها الراجل اللي في الشنطة بيخبط تاني، ولما سأله بيتضايق رافائيل وبيخليه ينزل يشوف بنفسه. وقتها بيسيبه وبيمشي. بيروح لمكان فاضي وبيتكلم مع الراجل اللي في الشنطة، وبيعرف منه انه كان ناوي يخطفه بس، واللي طلب منه يعمل كده راجل لابس ماسك. بيخليه رافائيل يبعت رسالة للمقنع انه عمل اللي اتفقوا عليه، وبتوصل الرسالة للدكتور. كان رافائيل والراجل مستنيينه، وبنعرف ان الراجل كمان اتحول وبقى زي رافائيل. لكن الدكتور كان مركب كاميرا في المركب اللي هيتقابلوا فيه، وشاف ان رافائيل خاطف الراجل وبيشوفها رافائيل. بيروح رافائيل للدكتور فرانكلين وبيديله الراجل اللي اتحول وبقى زيه علشان يعمل عليه تجارب ويلاقي حل. في نفس الوقت الراجل اللي الشرطة كانت بتراقبه لما كان رايح يركب عربيته فجأة حد بيهاجم عليه وكأنه كان بياكله. تاني يوم بيصحى رافائيل في الفريزر وكانت إصاباته كلها اختفت. بيخرج وبيراقب مراته مع جو كيم، وبيروح يحكي لصاحبته أماندا وما كانش عارف يتصرف. في معمل فرانكلين كان بيدرس حالة الراجل اللي معاه، وبيعرف انه وصل للعمى تقريبا لكنه بياكل كمية كبيرة، وفجأة بيستفرغ عليه. بيجري فرانكلين ينظف نفسه وبيسيب باب المعمل مفتوح. وقتها بنته الصغيرة بتنزل وبتشوف أشلاء الراجل وبيسمعها وبيناديها علشان تقرب منه وتفتح له السجن. وقبل ما تديله المفتاح ويمسكها بيوصل أبوها وبيبعدها عنه، وبيعرف ان الراجل ده بينجذب للدم واللحم. في نفس الوقت كان رافائيل وجوكيم مع بعض بيراقبوا العصابة وبيعرفوا ان في حاجة حصلت. ولما وصلوا لمكان الراجل اللي مات الليلة اللي فاتت بيلاقوا آثار دم على الأرض. في مكان تاني فجأة شخص بيهاجم على واحد تاني من العصابة وبيخلص عليه، وبتخرج عربيته في الشارع والشرطة بتوصل. كانت العربية غرقانة دم لكن مفيش أثر للجثة، ومحدش فاهم ازاي ايه اللي بيحصل حتى رافائيل، ومفيش قدامهم غير انهم يكملوا في مراقبة العصابة. في مكان تاني بنشوف شخص بيتخلص من جثتين بانه يحرقهم. بيروح رافائيل للدكتور اللي بيعرفه انه بسبب اكله للأنسجة الحية جرحه وجسمه بدأ يتعافى ويرجع لطبيعته، وبياخد منه عينة دم. بيرجع رافائيل لجوكيم يراقبوا العصابة، وبيشوفوا ماري مرات الراجل المسجون، وبيعرفوا انها الحلقة الأضعف ولو حققوا معاها ممكن تتكلم. وفعلا قبضوا عليها ووعدوها انهم هيساعدوها، وبتعرفهم ان في سفينة جاية النهاردة فيها حمولة كبيرة. الشرطة كانوا في المينا. في البيت بدأ رافائيل يحس بالجوع وجروحه بدأت تتحلل، وحتى فقد حاسة الشم تاني. بيرش على نفسه السائل اللي اداهوله الدكتور. ولما كان قاعد في الجراج بيشوف فار وبيمسكه وبياكله فورا. في نفس الوقت فرانكلين بيعرف أندريا الراجل اللي بيعمل عليه تجارب انه هيجيب له اكل النهارده. بيروح فرانكلين لست عجوزة غلبانة كان بيديها مستلزمات للبيت. الست انبسطت لكن فجأة بدأ يخنقها بقماشة، وبيشيل الكاميرا اللي كان مركبها عندها وبياخدها البيت. ولكن بيتصدم لما شاف رافائيل مستنيه في المعمل، وبسبب ان أندريا ما اكلش أنسجة حية من فترة بيفقد طاقته بالكامل وبيموت. في نفس الوقت كان جو كيم بيقتحم مقر العصابة ومش بيلاقي حد جوه، وفي واحدة من الأوض بيلاقي جثث متقطعة وأشلاءها خارجة بره. وفجأة ظهر شخص غريب وضربه. في المعمل كان الدكتور رابط العجوزة مارثا، وكان ناوي يخليها فرط تجارب الجديد بتاعه. بيوصل رافائيل لمقر العصابة
العصابة وبيدخل لجوه بعد ما جو كيم بلغه، وجوه بيشوف الجثث وبيشوف الضابط. وقتها ظهر الشخص الغريب وكان هو جينو بعد ما تحول لوحش زي رافائيل بعد ما عضوا عند أماندا. رافائيل اللي بيسأله ليه بيعمل كده، عرفه جينو انه ناوي يدير هو الشغل ويشغل رافائيل اللي معاه في تجارة البشر، او زي ما بيسميها تسهيل حرية حركة الاشخاص. وبيعرف منه رافائيل ان نقطة ضعفهم هو المخ، وبيقتل واحد من العصابة كان رجع للحياة تاني بعد ما عضه بطلقة في الراس. علشان كده جينو لابس درع على راسه وعرض عليه يشتغل معاه علشان يشبع رغبته في الاكل ويقدر يعيش. بيفهم رافائيل ان جينو عاوز يستهدف المهاجرين ويكونوا هم اكلهم لان محدش هيسأل عليهم. الحالة بدأت تيجي لرافائيل وبيقرب من جو كيم، لكن بيسيطر على نفسه وبيهاجم جينو وبياخد سلاحه وبيصيبه في الدرع وبيهرب منه. بيتصل بالشرطة وبتيجي تشوف اللي حصل في مقر العصابة. بتروح واحدة من الجثث اللي جينو أكلها للمشرحة، وكل الأطباء والشرطة مستغربين مين ممكن يعمل كده في الجثة. رافائيل اللي بيقول ممكن كلب هو اللي عمل كده، بس الدكاترة بيقولوا دي مش آثار كلب أو حيوان، وبيتوقعوا إنها أسنان إنسان. في المعمل عند فرانكلين بياخد أنسجة من الدم والعينة اللي أخدها من رافائيل، وكان عاوز يحقن بيها مارثا علشان يشوف ايه اللي هيحصل، بس بيتفاجئ لما دخل عليها وبيلاقيها ماتت من الخوف. بيدخلها في الكابينة جوه المحلول. بيروح رافائيل ياخد جثة أندريا علشان كان وعده يوديه للمركب بتاعه، وبياخده لنص البحر وبيرميه في المية. وبيشوف جرح ايده اللي بدأ يتعفن، ولما كان في البيت بيغسل هدومه وبيلاقي ان حتى نظره بدأ يضعف، وده بسبب انه ما اكلش أنسجة حية من فترة. جينو كان مش عارف يكمل شغله بسبب الشرطة المنتشرة في المينا ومراقبة كل الشحنات اللي بتدخل. رافائيل بيروح لمرات راجل العصابات المسجون وبيطلب منها تعرف مكان جينو، وفعلا فضلت تسأل كل أصحابه لحد ما ظهر المساعد بتاعه وسألها ليه بتدور على جينو. بتعرفه عاوزاه يشوف لها شغل، ورافائيل والشرطة بدأوا يدوروا في الحاويات في المينا. وجو كيم بيتهم رافائيل انه بيخفي هوية الراجل اللي هاجمه في مقر العصابة ومش عاوز الشرطة توصل له، بس رافائيل اللي بينكر الكلام ده. وبيتخانقوا الاتنين بسبب إيزابيل. وقتها رافائيل بتجيله الحالة بس بيقدر يسيطر على نفسه وبيجري يسيب المكان بسرعة. وقتها بيروح يتكلم مع ماري وبتعرفوا ان واحد من رجال جينو قرب منها، وكان مساعد جينو بيراقبها وبيعرف انها شغالة تبع الشرطة. في البيت عند الدكتور فرانكل مراته بتقترح عليه يجيبوا شخص من المشردين ويعيش معاهم في البيت ويساعدهم، وفعلا بيوافق لانه في الاساس بيعمل اعمال خير ومشهور بيها. وبدأ يسأله شوية اسئلة لو كان بيعاني من اي امراض او بيتعاطى اي ممنوعات، بس الراجل كان طبيعي. وبيسأله لو عنده عيلة او اصحاب، وبيعرف ان الراجل وحيد تماما. وكاتيا مرات الدكتور كانت مستغربة الأسئلة. وفجأة الراجل بدأ يحس بالتعب وبيطلب فرانكلين من كاتيا تاخد البنت وتطلع لفوق وهو يهتم بيه، وبيسحبه للمعمل وكاتيا بتشوفه. في نفس الوقت ظهر جينو عند ماريا وعرفها انه لقالها شغل تكون معاه، وبتسأله عن مكانه الجديد. وقتها بيتضايق جينو وبيتحول وبدأ ياكل فيها. في البيت عند رافائيل ابنه فيكي بيتهم بالسرقة مع أصحابه، ولما أبوه بيواجهه الولد بيرفض يسمع من أبوه، وبيضايق رافائيل وبيتحول عليه قدام إيزابيل وبيخنقه في الجدار، لكن قدر يسيطر على نفسه وبيسيبه. في المعمل بيفوق الراجل وفرانكلين بيحقنه بالمصل اللي عمله. في واحدة من الشركات في المدينة كانت موظفة مش عارفة تعدي من الباب الذكي، بتروح تسأل موظف الاستقبال، والصدمة لما بتكتشف ان الراجل في الأصل ميت وكان متحنط وجسمه متحافظ على الشكل ده في المكان هنا من 10 أيام. ولأن المبنى ذكي محدش كان بيتعامل مع الاستقبال، ومحدش لاحظ انه واخد الوضعية دي من 10 أيام. ولما اتنقل للمشرحة والشرطة شافوه كان في نفس المواصفات اللي وصفها رافائيل. ولما راحوا البيت عند رافائيل مش بيلاقوه، وبتعرفوا مراته اللي حصل الليلة اللي فاتت لكنها مش هتبلغ عنه. كان رافائيل نايم في ثلاجة المركب بتاع أندريا علشان يبعد عن الناس. وقتها لينا الشرطية بتعرف مكانه وبتروح له، بس كان مش عاوزها تشوف شكله وبيعرفها انه مريض وممكن يعديها. كان عاوزها تمشي. وقتها بتوريله المقنع وهو بيحط جثة الراجل في الاستقبال، وبتطلب منه لينا يتعالج بسرعة لأنه هو اللي هيمسك التحقيق. تاني يوم بيتكلم الدكتور وطلب منه يلاقي له علاج لأنه لقى دليل على المقنع وحالته بتسوء جدا. عرفه فرانكلين انه عارف هو محتاج ايه، بس بيرفض رافائيل وبيحط مكياج وبيروح للمشرحة وبيشوف الجثة وبيطلب يكون مع الجثة لوحده، وبيفتح واحدة من الثلاجات اللي فيها الجثث. بعدها بيروح مع جو كيم لبيت الضحية، وبيتوقع رافائيل ان الراجل ده مات لانه منعزل عن العالم وكان ضحية سهلة للقاتل، مفيش حد هيسأل عنه لو اختفى فترة، وده اللي حصل. في نفس الوقت عامل المشرحة كان بينظف المكان وبيشوف دم واقع على الأرض من واحدة من الثلاجات،
ولما فتحها بيلاقي ان الجثه متقطعه. حاله رافائيل بتسوء جدا. بتروح مراته تقابله في مطعم وكانت عاوزه تعرف ايه اللي بيحصل له، لكنه بيطمنها انه مجرد عدوى. بس لما حاولت تشيل النضاره بتجيله الحاله وبدا يتحول، وبعدها بدا يحس بالم شديد. بتشوف ايزابيل شكل عينه البيضه وبتخاف عليه. بيجري للشاطئ وكان بيتحول لوحش. في بيت الدكتور فرانكلين مراته بتسرق مفتاح المعمل وبتنزل وبتنصدم لما بتشوف الراجل مربوط على السرير، ومره واحده بيصحى وبتخاف وبتجري بسرعه. ولما رجع الدكتور بيلاقي المفتاح مكانه وبينزل للراجل وبيطلب منه يهدى، محدش هيسمعه هنا، وسأله لو كان في حد دخل عليه. الراجل بينكر وبيشوف حالته لسه زي ما هو سليم ما تحولش. بيجيب حبل وبدأ يخنقه لحد ما الراجل مات، وبيعتقد ان دلوقتي مفروض يصحى ويكون متحول زي رافائيل. ولما كان رافائيل في المتحف فجأة المقنع بيخترق كل شاشات المدينة وبيوجه رسالة للكل انه شايف اللي الناس مش شايفينه. الشرطة حاولت تعرف ايه اللي حصل لكن مش بتوصل لحاجة، وبيعرفوا ان القاتل بيفضل فترة طويلة مركب كاميرات في بيت الضحية وبيراقبها الأول. بالنهار كان عامل البريد بيوصل رسالة لبيت مارثا وبيشوفها من الشباك قاعدة تتفرج على التلفزيون، وبيخبط عليها لكنها مش بتفتح، وبيبان انها هي كمان متحنطة زي الجثة الأولى اللي لقوها. بنت رافائيل كانت عاوزة تشوفه بأي طريقة، فبتفضل هي والكلب تدور عليه لحد ما توصل للمركب. واول ما شافها بيتخبى بسرعه وبيحاول يسيطر على نفسه وبيتحول. بيصرخ يطلب منها تمشي، بتخاف البنت وبتمشي. وفجاه بيطلع عليها جينو ورجالته وبيخطفوها. بيوصل جينو للمخزن بتاعه، كان حابس شاب افريقي من المهاجرين، وبيتحول وبدا ياكل في الراجل. بيوصل اتصال لايزابيل اللي بنتها ما راحتش المدرسه، بتتحرك فورا وبتروح للمركب مكان رافائيل، وفجاه ظهر وراها وضربها. في نفس الوقت جواكيم بيروح لمكان فرانكل لتوزيع الاكل وبيسألهم عن مارثا. مش بينكر فرانكلين انه يعرفها، لكنه بيغلط في الكلام وبيقول انها ماتت، وجو كيم بيشك فيه. في المركب بتفوق ايزابيل وكانت مربوطه وبتتكلم مع رافائيل وكانت عاوزه تساعده وتطلب منه يروح للدكتور التاني. بيظهر رافائيل وكان باين عليه انه متحول وبتترعب منه. بيحكي لها قصته لكنها مش بتصدقه، وبتسأله فين فران بنته. بيعرفها انها مش هنا لكنها برضه مش بتصدقه. بيقرب منها وبيطلب منها تشوف النبض، وبتلاقي فعلا بدون النبض. وفجأة بيسمعوا صوت حد فوق وكان جينو. بيعرفوا ان بنته معاه وبيسألوا رافائيل عاوز ايه. جينو بيطلب منه يسمح بدخول شوية من المهاجرين البلد. بتوصل الشرطة الاتنين من اللي أكلهم جينو، وبيشوفوا الراجل اللي كان بيتخلص منهم وهو مساعد جينو. في المركب بيعرف رافائيل إيزابيل كل حاجة وإن فران مخطوفة، والراجل اللي خطفها نفس حالته أقوى منه. إيزابيل بتوافق تضحي بنفسها ورافائيل يتغذى عليها ويستعيد قوته. بيرفض في الأول لكنها بتقوله إن دي مسؤوليتها برضه. بيفك السلسلة اللي رابط نفسه بيها وبيقرب منها، وكانت إيزابيل مرعوبة لكنه بيسيطر على نفسه ومش بيرضى ياكلها، وبيوعدها انه هيرجع البنت وبيمشي. بيروح يدور على جينو وبيشوفه ان في حد بيراقبه. بينزل رافائيل من العربية وبيدخل شارع ضلمة وبيقدر يمسك الراجل اللي كان مساعد جينو. مش بيقدر يتحكم في نفسه وبيعضه والراجل بيهرب منه. بتوصل الشرطة لانها كانت بتراقب الراجل ده برضه. وجو كيم بيعرف رافائيل ان الراجل ده متورط في التجارة بالبشر واكلي لحوم بشر. بيرجع الراجل لجينو وبيشوفه معضوض، وبيعرف انه من رافائيل. بيخرج سلاحه وبيضربه في راسه علشان يموت للابد. بيرجع رافائيل وبيحرر إيزابيل وبيعرفها انه هيرجع فران النهارده، وبيطلب منها ترجع البيت. والأول مرة إيزابيل بتتعاطف مع رافائيل من فترة كبيرة وبتصدقه وبتمشي. في المعمل مرات فرانكلين بتقدر تقنعه يعرفها هو بيعمل ايه في المعمل، وفعلا بياخدها وبيوريها جثة الراجل وانه المفروض يرجع للحياة من تاني لكنه فشل في مشروعه. مراته كانت مصدومة ومش مصدقة اللي بيعمله لكنها بتوافق تساعده. بينزلوا جثة الراجل في المحلول التحنيط علشان يتحول زي باقي الجثث. في المشرحة الدكتور المسؤول كان عارف اللي عمله رافائيل في الجثة لما أكلها وكان عاوز يساعده، بس رافائيل بيتضايق عليه. بيتصل عليه جينو بيفكره بالوعد. كان جينو وقتها عند أماندا وبنت رافائيل كانت هناك. بيتحرك رافائيل مع الشرطة للمينا، لكن قبلها رافائيل كان معاه تليفون مساعد جينو وبيفتحه في مكان بعيد علشان الشرطة تتحرك عليه. وبيبعت جو كيم شوية من الشرطة تلاقيه، وهو ورافائيل بيروحوا للمينا. وقتها جو كيم بيسمع أصوات بين الحاويات وبيشوف المهاجرين. رافائيل بيضربوا بسرعة وبيسمح لهم رافائيل يتحركوا. وقتها بيصحى جو كيم وبيتحرك وسط الحاويات وبيشوف شخص بياكل في واحد، وكان هو جينو. بيشوفه وبيتحرك عليه. بيفضل يضربه بالرصاص بس مش بيأثر فيه وسلاحه بيخلص. بيهرب جو كيم وجينو وراه. بيتخبى جو كيم فوق حاوية. وقتها رافائيل بيشوفه وبيطلب منه يرجع له بنته، والاتنين بيتحولوا على بعض. بس وقتها وصلت الشرطة وجينو بيهرب.
في نفس الوقت جينو واصحابه بيروحوا مكان علشان يسرقوه، وبينصدموا لما بيلاقوا جثة تانية متحنطة جوه. بنرجع للماضي وبنشوف رافائيل بيطارد شخص في الحديقة وبيقدر يهرب منه، ووقتها الراجل بيقدر يقرب من لينا الشرطية وبيرفع سلاحه عليها. رافائيل اللي بيتدخل وبيضربه بالرصاص، لكن اللي ما كانش متوقعه ان في رصاصة تخرج وتصيب بنت صغيرة وتصيبها بشلل كامل، والبنت دي هي بنت أماندا صاحبته، واللي كان رافائيل اللي بيشتغل مع المهاجرين علشان يدفع فلوس لعلاجها والكرسي اللي قاعدة عليه لأنه حاسس بالذنب. فالحاضر بيروح جينو للمركب عند رافائيل اللي كان مستنيه وبيضربه في رجله وبيفك الخوذة من راسه وبيثبته بالسلاح، وبيعرفه جينو انه لو قتله مش هيلاقي بنته للأبد. تاني يوم بتطلع لينا مذكرة اعتقال رافائيل بسبب تورطه مع المهاجرين وأكل لحوم البشر. بيروحوا للمركب بس مش بيلاقوه، وبيشوفوا خوذة جينو هناك. وقتها اتصل رافائيل على فرانكلين وعرفه انه جايب له فار تجارب جديد، وفي الطريق كان رافائيل مش شايف كويس وبيعمل حادثة بالعربية، ولما فاق بيلاقي ان جينو هرب. بيروح للمستودع بتاعه وبيختار واحد من المهاجرين. في نفس الوقت بيروح جوكيم البيت الدكتور فرانكلين وبيسأله عن رافائيل. الدكتور بيعرفه انه ما شافوش من زمان، ولما مشي الشرطي بيظهر ان رافائيل كان في البيت عند الدكتور بيعرف رافائيل انه مش لاقي له علاج لحالته، وفرانكلين جاب اخره لانه مش فاهم حالة رافائيل وبيطلب منه يعضه علشان يتابع الحالة من الاول، لكن رافائيل بيسيطر على نفسه وبيهرب من المكان. بيروح رافائيل للمستشفى عند ابوه بيعرفه الحالة اللي وصل لها، وبياخده وبيخرجوا من المستشفى. وكان ابوه وافق يضحي بنفسه علشان رافائيل يستعيد قوته ويرجع بنته، وفعلا بياخده لمكان معزول وبيتغذى عليه. ابوه بيموت وبيرجع تاني وبيرجع له بصره وبيشوف تاني، وبيفضل قاعد معاه لحد الليل، وفي الاخر بيخلص عليه. بيقعد مع نفسه شويه وبيشوف صوره بنته اللي كان جينو بعتها له، ولما بيركز بيفتكر انه يعرف السرير ده وانه في بيت اماندا. وقتها جينو اتصل على اماندا علشان تجهز البنت. بيوصل رافائيل بسرعه لهناك وبيقابل بنته، وكانت اماندا متخبيه. بيتصل رافائيل بالدكتور وبيطلب يقابله. في نفس الوقت كانت الشرطه وصلت لجثه ابو رافائيل. بيوصل جينو بيت اماندا وبيلاقي الدكتور هناك، ورافائيل اللي بيضربه وبيقع على الارض والدكتور بيربطه وبياخده. اماندا بترجع البنت للبيت امها وبتودعها، وامها بتنبسط جدا لانها رجعت. عند فيك واصحابه كانوا خايفين يبلغوا الشرطه عن الجثه اللي لقوها وكانوا هيولعوا فيها، لكن فيك بيخاف وبيبلغ وبيهربوا بسرعه لكنهم ولعوا في الجثه. بيفضل فيك يحاول يطفيها لحد ما الشرطه بتوصل. كان وقتها رافائيل بيطمن من بعيد على بنته ومراته، وفجاه بيلاقي جوكيم وراه ورافع عليه السلاح. بنرجع للماضي وبنشوف الست اللي فيك لقاها جثه متحنطه عايشه في مزرعه لوحدها، وفي حيوان كانت حبساه في اوضه وبتديله اكل وكانت مسمياه سالي، وفجاه بيعضها في ايدها، وبعد فتره الجرح بدا يعفن. وفي يوم بتروح للحيوان سالي وبتطلع نعامه وبتخلص عليها لما زهقت وتحبت منها. وكل اللي بيحصل ده كان فرانكلين بيراقبها، وبيظهر مره واحده وبيخلص عليها وبيحطها في سائل التحنيط. وقتها دمها اللي خرج من الجرح اتفاعل مع سائل التحنيط وخرج من جزء مكسور من الحوض، وبالغلط بيجي على رصاصه وقعت من الدكتور وبياخدها وبيحطها في السلاح. وبالصدفه دي كانت هي الرصاصه اللي اطلقها على رافائيل واستقرت في قلبه ونقلت له العدوى وتحول لزومبي. في الحاضر بيوصل جوكيم مع رافائيل لبيت الدكتور وكان عرفه كل حاجه، وفجاه رافائيل بيضرب جوكيم وبيربطه في المعمل قدام جينو. بيدخل رافائيل وبياخد تليفون جوكيم وبيعترف انه كان شغال في الفساد مع جينو، وبيسلمه التسجيل والظرف اللي فيه فلوس، وده كان يسجنه لسنين، وكان عاوز في المقابل وقت بس الدكتور يلاقي له حل. ولما خرج جوكيم عرف رافائيل ان ابنه متورط في اخر جثه لقوها في المزرعه لانه كان هناك. في مكان تاني بنشوف الراجل اللي كان الدكتور حنطه وكان قاعد في الشارع، ومرات الدكتور بتروح تشوفه. في المعمل بيعمل فرانكلين اتفاق مع جينو، وكان انه يعضه لما ينتشر الفيروس في جسم الدكتور ساعتها يسمح له يمشي. وقتها جينو عرفه انه ممكن يحقن نفسه بالفيروس ويستنى يوم او يومين بالكتير وهيصحى زيهم، وبيقول له انه قعد 3 ايام على ما تحول. وفعلا الدكتور كان عنده الفيروس وبياخده وبيمشي. في نفس الوقت كان جوكيم بيفتش مركب رافائيل وبيحط الظرف في المركب كدليل. وقتها كان الدكتور في بيت واحد من الضحايا اللي بيراقبهم وكان عاوز يحقنه بالفيروس، لكن لحسن حظه ناس بتزوره، وهناك البنت الصغيرة بتشوف الكاميرا. في المعمل بتنزل مرات الدكتور وبدون تفكير بتروح تحرر جينو، وفعلا فتحت الزنزانة وفجأة بدأ يتحول وبيهاجمها. ولما رجع فرانكلين البيت بيشوف اللي حصل في المعمل وفي مراته وبيحزن جدا عليها. وقتها كان لسه جينو هناك وبيفتح
الشنطة وبياخد الفيروس وبيكسره. وقتها فرانكلين بدأ يضربه بالنار وبيهرب، وبيبدأ يغسل جثة مراته وبيدخل عليه رافائيل وبيعرف اللي حصل وبيطلب ياخد عينة أخيرة من رافائيل. في نفس الوقت بيتقبض على أصحاب فيك، واحدة منهم بتتعرف على جينو وبتقول للشرطة على مكانه لأنها كانت راحت له مرة، ولما وصلوا مش بيلاقوه لكن بيلاقوا رصاصة كان خرجها من جسمه بعد ما فرانكلين ضربها عليه. بيروح جو كيم يقابل رافائيل وبيعرفوا انه مش هيبلغ عنه علشان مراته وعياله، وبيديله الدليل. عند اماندا بنتها روز بتتصل بيها وكان جينو عندها وطلب منها تجيله هي ورافائيل. وتاني يوم فعلا بتروح مع رافائيل للمستودع بتاع جينو واللي كان مليان جثث مهاجرين قتلهم. والصدمة الكبيرة كانت لما اماندا شافت بنتها بتاكل في واحدة من الجثث وكانت واقفة على رجليها وبتتكلم بعد ما كانت معوقة، وده لان جينو كان حولها زيه. وفجأة ظهر جينو وحبسهم وبيعرفهم انه هيفضل حابسهم كلهم واماندا معاهم، ونشوف مين اللي هيجوع الاول، رافائيل ولا روز. وفجأة البنت بتتحول وكانت هتهاجم امها بس رافائيل مسكها، ولحسن الحظ الشرطة دخلت لكن جينو حاول يهرب بسرعة. الشرطة بتحاصره من كل مكان وبيضربوه برصاص كتير لحد ما الخوذة وقعت، وجو كيم بيصيبه في راسه قبل ما ينط في المية. بتدخل الشرطة وبتشوف روز وهي متحولة، وبيعرفهم رافائيل ان الحل في ايد الدكتور فرانكلين اللي كان وقتها خلص الفيروس. بس بيلاقي الشرطة ورافائيل عنده في البيت وبيوري له روز وطلب منه يساعدها. بيروح يجيب العلاج بس كان ناوي يحقن نفسه بيه. وقتها لينا بتعرف رافائيل ان في تطابق بين الرصاصة اللي اتضربت عليه في اول الحكاية بالرصاصة اللي لقاها جو كيم في مكان جينو، والسلاح واحد. بيجمع رافائيل الخيوط على طول وبيفهم ان فرانكلين هو المقنع، وفعلا ظهر وكان عاوز يقتل رافائيل لكن لينا اخذت الرصاصة مكانه، ورافائيل اللي بيضربه فورا وراح يكشف وشه وبيعرف ان هو فرانكلين. اماندا بتعرف ان مفيش علاج لبنتها وبتاخد سلاح الدكتور وبتروح تخلص على بنتها. وقتها الشرطة خلصوا عليها. بيرجع رافائيل بيته وبيقابل مراته وبنته وابنه وبيحضنوا بعض لأول مرة من سنين. وكانت إيزابيل بتساعد رافائيل علشان ينام في الفريزر بس عرفها انه مش هينفع يفضل كده للأبد ولازم يبعد. بيروح مع جو كيم لمكان معزول بعيد عن الناس علشان يخلص على نفسه، بس لو ما قدرش جو كيم يموته هو، وبيطلب منه رافائيل يهتم بعيلته من بعده. في المشرحة لما كان الدكتور بينظف المكان فجأة بيسمع حد بيخبط من جوه التلاجة. بيفتح وكان هو فرانكلين بعد ما تحول وبيهاجمه، وبنشوف ان رافائيل مش بيقدر يخلص على نفسه وبيتحول هو كمان. وبس كده. لو عجبك المسلسل اضغط على الاعجاب واشترك بالقناة وفعل الزرار بتاع الجرس. سلام.